ما تختارش بهدوء السما، السكون اللي فوق ده جواه نيران بتولد كون. قبل ما أي نجم يولد كانت في سحابة شكلها عادي، بس جواها انفجارات وضغط وموت وبداية حياة جديدة. ده مش دخان، ده راحم النجوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. والنهاردة الخط بتاعنا راجع لأماكن أبعد من أي خيال، لأعماق الكون، لحاجة بنسميها السدم. السديم مش مجرد سحابة كده وخلاص، ده المكان اللي النجوم بتتولد فيه، وبرضه المكان اللي بتموت فيه، مكان الذرات العادية بتتحول فيه لنجوم بتنور السماء، ومكان نجم ضخم بينهي حياته بعد ملايين السنين. كل سديم فيه مليون حكاية، حكايات حياة وحكايات موت. حكاية اكتشاف السدم بدأت في القرن ال17، لما شوية علماء فلك بدأوا يبصوا للسماء بتلسكوبات بسيطة. لقوا نقط ضبابية غريبة محدش كان فاهم هو ايه ده، نجوم بعيدة، كواكب، ولا سحب في الجو. سموها سدم، كلمة بسيطة بس معناها كان ضخم. السليم ظهر لأول مرة كحاجة غامضة، ضباب حوالين حاجة محدش شافها قبل كده. واحد من أوائل الناس اللي ركزوا على السدم كان ويليام هيرشل. في القرن ال18 كان بيطلع في الليل الصافي يرصد السماء، وسجل آلاف السدم والنجوم. اكتشافاته كانت بداية إن الإنسان يفهم الفضاء بشكل علمي، مش مجرد تخمين. هيرشل لاحظ إن في مناطق ضبابية في السماء، مناطق فيها غاز وغبار، وبدأ يسأل نفسه، هل دي نجوم صغيرة مش شايفينها ولا حاجة تانية خالص؟ وفي القرن ال19 جه هارلو شابلي وكمل على اللي قبله. شابلي لاحظ إن السدم مش كلها زي بعض، وإن ممكن تتقسم سدم بتنور وسدم سودة بتبلع الضوء. وبدأ يقيس المسافات، واكتشف إن بعض السدم قريب مننا، وبعضها بعيد جدا، وبعضها أكبر من مجرتنا ذات نفسها. وبرضه نيكولاس فابري لاحظ نقط ضبابية غريبة وبدأ يوصفها بدقة. اكتشافاته كانت جزء من سلسلة كبيرة من رصد السماء، اللي خلت البشر يفهموا إن الكون مش نجوم متناثرة وخلاص، دي منظومة ضخمة مليانة غبار وغاز وسدم، وكل سديم جواه حياة. وزي ما قلنا، السدم أنواع، في سدم بتنور من ضوء النجوم اللي بتتولد جواها، وفي سدم سودة بتمنع الضوء يخرج، كأنها بتخبي أسرار الكون. كل سديم ليه تجربة كونية، جاذبية بتشد، غاز بيتحرك، غبار بيتجمع، حرارة بتعلى، كل ده ماشي ببطء قاتل ملايين السنين قبل ما النجم يولد. جوه السديم كل ذرة غاز بتسحب اللي جنبها، الضغط يزيد، الحرارة تعلى، وفجأة يتكون نجم جديد. الشرارة دي مش مجرد نور، دي ولادة بجد، بداية حياة جديدة. نجم هيعيش ملايين السنين ويكمل دورة الكون. الغريب إن السديم مش بس مكان لولادة النجوم، ده كمان مدفنهم. النجم الضخم لما بيخلص عمره بينفجر انفجار سوبر نوفا، المواد اللي كانت جواه بتتناثر في الفضاء، تعمل سحابة جديدة وسحابة فوق سحابة لحد ما يتكون سديم جديد. السديم اللي طالع من موت بيبدأ حياة تانية. النهاية في الكون مش نهاية، ده باب لبداية جديدة. ومن أعظم السدم اللي الإنسان اكتشفها سديم الكبار أو أورون نيبولا. العلماء الأول شافوه كنقطة ضبابية، ومع تطور التلسكوبات اكتشفوا إن جواه آلاف النجوم الصغيرة اللي لسه بتتخلق. كل نجم ممكن يكون شمس جديدة لكوكب جديد، ويمكن حياة جديدة. وبرضه في سدم مظلمة زي رأس الحصان، شكلها كأنها بتخنق الضوء، لكنها مليانة غاز وغبار. والاتنين دول
بيتحولوا ببطء رهيب لنجوم جديدة. العملية دي بطيئة، ساكتة، بس شغالة طول الوقت. ومن أشهر السدم كمان سديم السرطان، ده بقايا انفجار نجم ضخم سنة 1450. ومع الوقت الغازات اللي اتنصرت اتجمعت وعملت سديم بيكبر سنة ورا سنة، ولسه لحد دلوقتي بيكبر في السماء. السدم دي مش مجرد شكل جميل، دي دليل حي على إن النجوم بتتولد، بتعيش، وتموت. ومهما صورنا السدم، الألوان اللي بنشوفها مش حقيقية زي ما هي. التلسكوبات بتلون العناصر علشان نفهم تركيبها. الهيدروجين بيطلع أحمر، الأكسجين أخضر أو أزرق، الكبريت أصفر. لكن عينك لو كانت هناك كانت هتشوف نور خفيف بسيط. جمال السديم الحقيقي مش في لونه، لكن في اللي بيحصل جواه، في الطاقة اللي بتتحرك، في الضغط والحرارة والجاذبية اللي بتخلق نجم. والكون كله ماشي في دورة. السدم بتولد النجوم، النجوم تعيش، النجوم تموت، وموتها يعمل سدم جديدة. وكل عنصر في جسمك جه من رحلة طويلة. الحديد اللي في دمك، الكربون اللي فيك، الأكسجين اللي بتتنفسه، كله اتخلق جوه نجوم انفجرت من آلاف السنين، اتحولت لسدم، والسدم ولدت نجوم جديدة، والنجوم عملت كواكب، والكواكب عملت حياة، وفي الآخر اتكون انت. السدم بتعلمنا الصبر. ولادة نجم بتاخد ملايين السنين. كل حاجة ماشية ببطء بس بثبات. الكون ماشي على نظام محكم، يتولد، يموت، ويتولد تاني. السدم في كل حتة، في اللي قريب نقدر نشوفه، وفي اللي بعيد قوي ضوءه لسه خارج من عنده ولسه ما وصلش لينا. ومع كده كل سديم ليه دور، كل سديم يطلع نجوم، وكل نجم يطلع احتمال لحياة جديدة. السدم مش مجرد صور بنشوفها على النت، دي أصل الكون، أصل النجوم، أصل كل حاجة حوالينا. كل مرة تبص على سديم افتكر إنك بتشوف المكان اللي اتكونت فيه المادة اللي بقيت انت، وإن الكون شغال في دورة مستمرة من ملايين السنين. والأجمل إن السدم هتفضل لغز مهما صورنا، مهما درسنا، فيها أسرار لسه متحلتش. وكل مرة تبص للسما انت بتتفرج على حكاية الكون، حكاية ملايين السنين، حكاية كل ذرة بقت جزء منك، حكاية الحياة. ولو وصلت لحد هنا تنساش اللايك وشير الحلقة واعمل اشتراك، واستنى الخطوة الجاية.